يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. فيديو تفريز ورق العنب بتاع كل سنة. النهاردة هنشوف مع بعض أفضل طريقتين لتفريز ورق العنب وعن تجربة سنين. دايما بقدم الطريقتين دول، واعذروني كنت بعيدها تاني علشان بفضل الله كل سنة في متابعين جداد لازم يشوفوا طريقة التفريز. نقول بسم الله ونصلي على الرسول. وافضل وقت تجيبي فيه ورق العنب امتى، وافضل ورقة امتى، دي حاجات بسيطة جدا بس بتفرق في التفريز نفسه. نبدأ الاول بافضل وقت. الفترة اللي احنا فيها دي افضل وقت عشان تشتري ورق العنب. طبعا الورق كله بالنسبة لنا واحد، اللي هو ورق العنب، لكن الورق في اول الموسم غير في نص الموسم غير في اخر الموسم. في ناس بتحب تشتري اللي هي الورقة البناتي وتفرزها. بتتفرز ما بتقولش لا، بس يعني انا بحس ان هي لو حصل اي غلطة في التفريز مش بتستحمل، يعني بتتهري بسرعة بتتقطع بسرعة. لكن هي بتتفرز عادي جدا. بالنسبة بقى لآخر الموسم، فالورقة بتكون مش أحسن حاجة. بتكون ورقة كبيرة جدا خشنة جدا لونها غامق أكتر. بتتفرز برضو ما بتقولش لأ، بس مش أفضل طعم بعد التفريز. ودايما لما بتيجي تعمليها بتحسي ان انت بتاكلي خيوط ناشفه. العروق بتاعت الورقه بتكون ناشفه جدا لدرجه انها في الاكل ما بتطراش، بتحسي ان انت بتاكلي حاجات ناشفه. فافضل ورقه هي بتاعت اليومين دول، اللي هي الورقه اللي حجمها وسط، ده بالنسبه لي انا. تمام. فهنبتدي باول طريقه اللي هي طريقه التجميد. بس قبل بقى ما نبدا في طريقه التجميد بنقول ان هي افضل ورقه ان حجمها وسط ولونها حلو، بتبقى ورقه ناعمه، ما فيهاش العروق الخشنه الجامده. فبتديكي نتيجه حلوه قوي بعد التفريز. نعمل بقى اول طريقه اللي هي طريقه التجميد، بان انتي بتجيبي البلاستيك راب او اللي هو الاسترتش، او الاكياس العاديه اللي هي اكياس التلاجة، بتفرديها وتحطي شويه من الورق بس مش كتار، وتبتدي تضغطي على حرفهم وتلفيها. بعد ما بتلفي بتاخدي الحروف كده وبرضه تضغطي عليها، وايديكي بتضغط وبتلف بتطلعي الهوا كله. ليه بقى بنعمل كده؟ علشان الورق يديكي افضل طعم. بصوا انا بحتفها كده بترن، يعني الرول بعد ما لفيته كبسته كويس قوي مفيش هوا خالص. كون بقى ان الرول مفهوش هوا، هو ده افضل طعم. طيب ليه مش بنعمله مفرود؟ اولا لما بتحطيه في كيس وهو مفرود بيبقى الكيس جواه شوية هوا، فالهوا ده بيغير الطعم، كمان بيخلي فيه حبيبات من التلج. الكيس بيبقى يعني ورق العنب جوه الكيس بيكون رقيق جدا لما بيتجمد، فأي خبطة فيه تلاقي حروف الورق اتكسرت واتفتفتت. بخلاف ان الطعم زي ما قلت مش هيبقى احسن حاجة. فنبعد خالص عن ان الورق نفرزه وهو مفروض، ونبعد خالص على ان يكون جواه هوا. فاعملي الطريقه دي لو انت حابه تكبسيها كويس، تضغطي كويس الورق ما يبقاش فيه هوا خالص، هتلفيه رول بالشكل ده، هيقعد في الفريزر معاكي فتره كبيره ان شاء الله، طعمه هيبقى زي الفل. والورق المجمد ما بيتغسلش، لو غسلتيه شويه الميه اللي هيبقوا في الكيس دول هيغيروا الطعم ومش هيدوكي نتيجه حلوه. ما بيتغسلش خالص. تمام. دي بقى تاني طريقه اللي هي خارج التلاجة او بره الفريزر يعني. بنحطها في البرطمانات، بنستخدم محلول حفظ. المحلول ده اللي هو محلول الشركات بس بطريقة اضمن وافضل، مفيش مواد حافظة، مفيش مواد كيميائية، مفيش اي حاجة ضارة. ودي الطريقة الافضل بالنسبة لي من سنين بفضل الله، بعتمد عليها وما بغيرهاش لان هي افضل نتيجة في الطعم. ليه افضل نتيجة؟ لان البرطمان بتقعديه كذا شهر او سنة او سنتين لحد ما تحبي وقت قعديه. اول ما بتستخدميه بتحسي ان انت لسه شارية الورق من السوق. الورقة محتفظة بلونها اللي هو بعد التسوية دلوقتي، اللون الفاتح الجميل ده. كمان الطعم هو ما بيتغيرش نهائي نهائي نهائي. غير كده كمان بتبقى متماسكة كده ومحافظة على كيانها، الورقة ما بتتهريش، ما بتتقطعش، ما بتتفتفتش، ما يحصلهاش اي حاجة. فبناخد شويه ورق ونلفهم ونملى البرطمان، بس ما تحاوليش انت تكبسيه قوي 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 ولا تخليه مهوي عشان كميه المحلول تبقى معقوله في البرطمان. بتملي البرطمانات كلها. ولو انت حابه ان انت تطبقي الورق وتحطيه كده ترصيه فوق بعض لحد ما تملي البرطمان كله، تمام، ما فيش مشكله. يعني تطبقي الحروف كلها ويبقى شويه الورق كده مربعين، وتدخليهم في البرطمان وتكبسي شويه تاني فوقيهم. بس حاولي ان يبقى في منفذ شويه كده في البرطمان علشان المحلول يتغلغل كده بين الورق ويوصل للورق كله، ويبتدي ان هو يتحفظ كويس. بنغسل بقى الورق بتاع البرطمان ولا ما بنغسلوش؟
هو انا ما بغسلوش، بس انت تقدري في الطريقه دي ان انت تغسلي الورق. ممكن تغسليه وتصفيه، ممكن تغسليه وتنشفيه، ممكن تغسليه وتحطيه في البرطمان زي ما هو، لان احنا كده كده هنستخدم ميه دلوقتي. ففي ناس بتقلق تقول لا الورق عليه تراب، الورق محطوط في الجو العادي، انا مش ضامنه عليه ايه، فمش هينفع ان انا احفظه زي ما هو، لازم هغسله. في طريقة البرطمان تقدري ان انت تغسليه، مش هيحصل اي حاجة خالص. لكن في التجميد لا، لو غسلتيه زي ما قلنا كده، وبأكد عليكي تاني، الطعم هيبقى مش حلو. علشان كده دايما انت لما بتيجي تسلقي ورق العنب وتحفظيه، بيبقى طعم تاني خالص، بتروحي في سكة تانية خالص غير الطعم الحلو لورق العنب. فاحنا لا هنسلق ولا هنغسل في التجميد خالص، خليه كده فريش زي ما هو. بس المهم تكبسيه حلو وتطلعي الهواء منه، هيفضل محافظ على قوام الورقة، تبقى متماسكة وطعمه هيفضل حلو. كل ما كان فيه هواء في الكيس او في البلاستيك راب بيغير لك الطعم. نرجع بقى لطريقتنا اللي احنا بنعملها دلوقتي. لو البرطمان عندك قصير ومدملك شويه ومش عايزه تلفيه رول، تقدري انت تطبقيه وتحطيه فوق بعض كده. طيب قلنا بقى هنا احنا في البرطمان ممكن نغسله عادي، نغسله ننشفه ما ننشفوش براحتك. انا عامه ما بغسلوش خالص، بحطه زي ما هو، وبحط المحلول، وهنشوف دلوقتي مكونات المحلول ايه، وبحفظه بالطريقه اللي هتشوفوها، وان شاء الله تطلع طريقه سليمه معاكم جدا. وطول ما الطريقه سليمه الورق مش بيحصل له حاجه. الطريقه حصل لها خلل، الورق بيتهري، بيبوظ، وبعد كده تقولي الطريقه اصلها فاشله. لا هي والله ما فاشله ولا حاجه، اعمليها صح هتديكي نتيجه صح. هخلص الكميه كلها، وهنشوف دلوقتي مقدار المحلول مع بعض. جهزي شويه ميه وشويه خل. وتقدري تعملي على فكره لو 100 كيلو انت بتشيلي العنقود زي ما شفنا في الاول كده. انا بس ما حبيتش ان أنا اطول في موضوع العنقود ده. بس الورق ارجوكي لو هتشتغلي فيه في نفس اليوم، يعني هتشتري من السوق وتجيبيه تفرزيه على طول مفيش مشكله. لو هتجيبيه الصبح وتشتغلي فيه بالليل، طلعيه من الكيس، لان بيعمل بخار ميه، تحس ان هو عرق كده وخمر كمان، بتلاقي ريحة ورق العنب اتغيرت، فبالتالي طعمه بيتغير. ولو طولتي عليه تاني يوم من غير ما تشيليه في التلاجة بيعمل بقع سودا. الورقة كده برضو طعمها بيبقى مغير، ومش هتديكي نتيجة حلو بعد ما تيجي تستخدميه بعد فترة، الطعم مبيبقاش حلو. فلازم الورق اول ما تجيبيه من السوق ما تطلعيه من الكيس البلاستيك وتفرطيه كده، علشان ما يعملش بخار ميه وريحته ما تخمرش. نبتدي بقى في المحلول. المحلول عبارة عن ايه؟ واحفظي المقدار ده كويس: كوبايتين مية وكوباية خل، وده مج الشاي الازاز اللي عندنا كلنا. بعد كده هنحط معلقتين كبار اللي هي معلقة الاكل ملح، ويا ريت الملح يبقى خشن، ده تقدري تشتريه من السوق او من عند العطار، هتجيبي اللي هو الملح الرشيدي الخشن. طب ما عندكيش استخدمي الملح العادي، بس لو قدامك الخشن استخدميه هو افضل. يبقى نحط كوبايتين ميه، كوباية خل، معلقتين كبار ملح، معلقة سكر. الكمية دي بقى مش هتكفي البرطمانات كلها طبعا، بس ده المقدار اللي هتشتغلي عليه. يعني ايه؟ يعني انت عاملة كمية برطمانات كتيرة زي اللي انا عاملاها كده، ضعفي الكمية. انا هزود تاني قدامكم، هحط كوبايتين تاني مية، وكوباية خل، ومعلقتين ملح، ومعلقة سكر. هضاعف الكمية لحد ما اعمل كمية مية تكفي البرطمانات اللي عندي. اللي بيقول بقى ان كمية الخل كتيرة ده يهري الورق، لا، الخل هو يعني مادة الحفظ الأساسية أكتر من الملح وأكتر من السكر. هو اللي هيحافظ على لون الورقة، هيحافظ على طعمها، هيحافظ على نسيجها، هيديك المزازة المطلوبة. ما تقلقيش لو انت ما غسلتيهوش، احنا دلوقتي هنعقمه وهندخله في درجة حرارة عالية، يعني ما تقلقيش من أي حاجة. وبعد كده لما بنيجي بنطلعه، يعني ما بنيجي نستخدمه، بيتغسل مرة واتنين وتلاتة، ان شاء الله تغسليه 10 مرات. بعد كده بنحطه في مية سخنة تاني، بنديله سلقة كده لمدة 30 ثانية او دقيقة بالكتير. فما تقلقيش خالص من انتي ما تغسليهوش، وما تقلقيش من كمية الخل. يعني في متابعة قالت لي كمية الملح والخل ده غلط ومرضى الضغط ربنا يعافي الجميع. هو ملوش علاقة خالص لا الملح ولا الخل، احنا بنحفظه في المادة دي، بعد كده بنتخلص منها تماما. وبعد ما بتغسليه لو انت خدتي حتة ورقة ودقتيها مش هتلاقي فيها ولا ملح ولا خل. هنملى بقى البرطمانات بالمحلول. انا عملت كميه طبعا على قد البرطمانات اللي انتوا شايفينها، وبنملى البرطمانات. بس طبعا انت لو كبسه البرطمان جامد، اول ما تحطي شويه هتلاقي ان الميه غطت الوش ووقفت. سيبي البرطمان دقيقه او دقيقتين، هتلاقي ان الميه نزلت لتحت، والبرطمان هيستوعب كميه الميه اللازمه ليه.
فحطي شويه ميه وسيبيه شويه وزودي تاني لحد الميه ما تبقى على الوش. على فكره الميه دي بعد ما نحطها في يعني الميه المغليه دلوقتي او في مرحله التعقيم هتلاقيها قلت. يعني انت ممكن تبقي مليئه على الاخر هتلاقي ان الميه دي قلت، دي ما فيهاش مشكله خالص. المهم ان احنا هنخلص الكميه كلها، هنحاول ان احنا نملاها زي ما انتم شايفين، هنستنى شويه كده بس. وبعد كده هنطبق كام ورقه ونحطهم على الوش. لو احنا ما عندناش البلاستيكه اللي هي عامله زي بلاستيكه البيتزا دي اللي بتتحط علشان تبقى فيه مسافة ما بين الغطا والورق وتخلي الورق يغطس كده ويبقى في المحلول تحت، فاحنا هنطبق كام ورقة ونحطهم على الوش. ونيجي بقى للخطوة دي ودي مهمة. هتجيبي البلاستيك راب او الكيس التلاجة العادية وتقطعي حتة وتقفلي بيها البرطمان. ليه بنعمل كده؟ علشان تحت اي ظرف المحلول احنا مستخدمينه في ملح وفي خل، فلو جه على البرطمان من بره وفضل مع الوقت هتلاقي البرطمان الحرف بتاعه بيصدي. احنا مش عايزينه يصدي، احنا كده عزلناه عن البرطمان نفسه، وكمان قدرنا نتحكم قوي في ان ما يدخلوش هوا. تمام. خلصنا البرطمانات وحطينا الورق والبلاستيك والغطا. بقى نيجي بقى لاهم حاجه، الغطا لازم يكون صاج ويكون مظبوط. ليه؟ علشان هنقفله باحكام، لازم تضغطي عليه جامد جدا جدا وقوي عضلاتك بحيث ان انت تكبسي الغطا جامد. طب ما كبستيش الغطا هيدخل له هوا، وما دام دخل له هوا يبقى هيبوظ. عرفتي ليه بتبقى فاشله؟ علشان البرطمان ما بيتقفلش حلو. كل اللي عملتيه هيبوظ لو ما قفلتيش البرطمان حلو، او الغطا بتاعك معوج او بيدخل هواء او مخروم، ما ينفعش. هنا بقى انا حطيت شويه ميه في الحله وانا بجهز المحلول كده. حطيت الحله على النار، بتجيبي حله تكون كبيره الحرف بتاعها عالي علشان البرطمان يوصل لها لفوق. بنحط البرطمانات، ولو الميه مش واصله زودي شويه ميه سخنه. هنسيب البرطمانات في المية السخنة على النار نص ساعة. أول 5 دقايق بسيب النار عالية، بعد كده بخلي النار وسط أو أقل من الوسط وبسيبه نص ساعة. بعد 10 دقايق ربع ساعة كده بتحسي بصي إن الغطا اتضغط اتكبس لجوه. اللي قدامي ده لسه ما اتكبسش، ده معناه ان لسه ما اتعقمش كويس. الحته اللي في النص اللي انا بضغط عليها دي اسمها كبسونه الامان. طول ما الحته دي بتطلع وتنزل كده يبقى هو لسه ما اتعقمش كويس او ما اتضغطش كويس. سيبيه بقى هتلاقيها اتضغطت وخلاص بقت جامده، مش هيحصل لها حاجه. هنسيبه نص ساعه زي ما قلنا. بعد كده تطفي عليه النار وتطلعيه من الميه وتسيبيه على جنب يبرد زي ما انا سايباه. لون الورق بيتغير ازاي؟ كانك سلقاه كده سلقه خفيفه. طيب هنلاحظ هنا بقى ان الغطا هنا بصوا خلاص، ده اللي كان بيطلع وينزل كده في الحله خلاص هو كده ثبت اتضغط كويس. كل الغطيان بتاعت البرطمانات خلاص اتكبست كويس. ده معناه ان الغطا مقفول حلو، ان الهواء اللي جوه خلاص اختفى. احنا بنقفل البرطمان ممكن يبقى فيه شويه هواء، بطريقه التعقيم اللي احنا عملناها دي قتلنا الهواء، مفيش هواء جوه خالص. ده كده مش هيخليه يحصل له حاجه، لا هيغير طعم ولا لون ولا الورقه تتهري ولا اي حاجه. في متابعة قالت لي السنة اللي فاتت أنا بعد ما خلصت المرحلة كلها لقيت إن المحلول جوه البرطمان قليل، أفتحه وأزود؟ لا طبعا باظ منك. مادام إحنا عقمناه ما نفتحوش غير على الأكل. تمام. المية القليلة ما تقلقيش منها، مش بتعمل أي حاجة خالص. ولو أنت برضو قلقانة هتعملي إيه؟ هتقلبي البرطمان على الغطا بعد مثلا شهرين 3. يعني انت هتسيبيه زي ما هو كده ويقعد شهر 2 3 براحتك. عايزه تقلبيه فشويه الميه القليلين دول واصلين لنص البرطمانات مثلا هيوصلوا للنص اللي فوق بعد شويه ومش هيحصل اي حاجه. الغطا مكبوس حلو بالطريقه اللي انت شفتيها كده. الحمد لله تمام ومظبوطه وسليمه جدا، الورق مش هيحصل له حاجه. هتقعديه بدل السنه 10. انا بالصدفه كان في عندي برطمان اتركن في حته كده ما شفتوش غير بعد سنتين، والله طلعته ما في فرق خالص في الطعم، كأني لسه شاريه الورق امبارح وسلقاه النهارده، مفيش فرق خالص. طيب هنحط البرطمانات فين؟ على الرف، في ضرفة المطبخ، فوق الدولاب، تحت السرير، ارميها مطرح ما ترميها، دي بتتحط في الجو العادي. بس لو حطيتيها جوه المطبخ في حته ضلمه يكون افضل بكتير. جربوا طريقه النهارده وان شاء الله هتعجبكم جدا بالتفاصيل البسيطه اللي شفتوها.